دايما اللي اتعلمناه في حياتنا ان السبب لازم يسبق التأثير، وان ما ينفعش حاجة تحصل دلوقتي اثرها يكون ظهر امبارح. مثلا في نظرية من نظريات ميكانيكا الكم بتقول عكس كده. اما جينا نطبق الكلام ده على الذرات والجسيمات، النتيجة هي إنها ما بيفرقش معاها مفهوم الوقت إطلاقاً. يعني مثلاً لو قست التفاعل في حالة إن الزمن مشي لقدام هو نفسه لو أنت بترجع بالزمن لورا. وده أثار جدل كبير جداً، لأنه بيناقض القانون التاني للديناميكا الحرارية، وهي اللي بتقول إن الفوضى بتزيد مع أي نظام فيزيائي بمرور الوقت. طيب ما هو لو الزمن متماثل تماماً ومفيش فرق ما بين الماضي والمستقبل مع الذرات والجزيئات، هل ممكن يكون الزمن وهم أو خدعة؟ هو ينفع حاجة حصلت في المستقبل تأثر على الماضي؟ قواعد النسبية العامة بتقول إن أثر أي حدث ما ينفعش أبداً يتخطى سرعة الضوء، وإن دايماً السبب بيجي الأول وبعدين بيجي الحدث، ما ينفعش أبداً يتلخبط الترتيب. طيب هل في دليل على إن في أجسام معينة بيحصل لها حدث تأثر على أجسام تانية مهما كانت المسافة ما بينهم؟ في، وده طبقاً لنظرية اسمها نظرية التشابك الكمي أو مبدأ السببية الرجعية، وده اللي هنناقشه في الفيديو الجاي.